البريكس في جوهانسبرغ الأربعاء على عملية توسيع المجموعة واعتماد وثيقة تحدد مبادئها. وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في تصريحات ندلت بها لمحطة إذاعية تديرها وزارتها إن القادة اتفقوا على أدلة استرشادية ومبادئ خاصة لتأطير عملية توسيع المجموعة تحدد آليات بحث ضم أعضاء جدد للتكتل، ويمهد الاتفاق بشأن آليات توسع الطريق أمام عشرات الدول المهتمة بالانضمام إلى المجموعة لتقديم مسوغات لعضويتها في بريكس. اتفقنا على مسألة التوسع. لدينا وثيقة قمنا بإقرارها تحدد إرشادات ومبادئ وإجراءات بحث ملفات الدول التي تريد الانضمام لعضوية بريكس. هذا إيجابي للغاية. زعماء المجموعة سيدلون بإعلان أكثر تفصيلا بشأن التوسع قبل اختتام القمة. هذا إيجابي للغاية. وأيضا تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع مجموعة بريكس خلال رئاسة روسيا المقبلة للتكتل العام المقبل. وبوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة المفتوحة الثانية لقمة بريكس الأربعاء دعا إلى إقامة نظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق تعبيره. مجموعة بريكس أثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي. بريكس تدعم مجتمعا متعدد الأقطاب يؤسس لنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. نتطلع إلى تعاون بين دول مجموعة بريكس عبر شبكة ابتكار مشتركة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدام العملة المحلية وتعزيز التعاون بين الوكالات المالية بين دول المجموعة عبر استبعاد الدولار من المعاملة التجارية واستبداله بالعملة المحلية. بالتزامن نسعى لتنمية طرق الشحن العالمية بين دول الشمال والجنوب لتسهيل التبادلات التجارية. خلال رئاسة روسيا المقبلة لبريكس سنسعى إلى تسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع المجموعة. من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تسريع مسار توسيع أعضاء البريكس ومساهمتها في مساعدة الدول النامية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سياق إقامة ما اسمه عالم أكثر عدالة. نحن بحاجة إلى استخدام تعاون البريكس بشكل جيد وتسريع عمليات التوسع والسماح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة البريكس وجمع القوة لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدالة ومعقولية. يجب على دول البريكس أن تدعم البلدان النامية عن طريق تنمية ومعارضة الممارسات التمييزية وتعطيل السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد والإكراه الاقتصادي. ينبغي علينا إفساح المجال كاملا لبنك التنمية الجديد وتعزيز إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي وتعزيز تمثيل صوت العالم. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اقترح منح الاتحاد الافريقي عضوية دائمة في مجموعة بريكس ضمن مساعي التكتل لتعزيز حضور دول الجنوب وتوسيع المجموعة. نحن نعمل على تعزيز الروابط بين الشعوب تحت مظلة بريكس. الهند تدعم توسيع المجموعة. اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الافريقي في مجموعة بريكس لتعزيز حضور دول الجنوب. بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش وأبدأ معك الأستاذ إسحاق. ما الذي جعل مسألة توسيع بريكس تلقى كل هذا الصدى داخل أروقة التكتل؟ لأنه في اتجاه لإنشاء عالم متعدد الأقطاب، وهذا عالم متعدد الأقطاب يجب أن يمتلك الأدوات الأساسية التي تسمح له بمواجهة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. عملية التوسع اليوم حتى تكون يعني فعالة جاءت بضم 6 أعضاء جدد. الهدف هو أن يصبح البريكس أكثر قوة اقتصاديا جيوسياسيا وجيوستراتيجيا، وللتأكيد أيضا على السير في إطار خفض هيمنة الدولار. لما نرى ضم كل من السعودية إيران والإمارات هذا يؤكد على أن البريكس يتجه إلى خفض هيمنة الدولار والتوجه نحو استخدام العملات المحلية في عملية التبادل بدون ذكر الأرقام التي تتمتع بها كل من هذه الأعضاء الثلاثة في مجال النفط والغاز. إضافة إلى ذلك تجميد أصول روسيا ومنع البنك المركزي من استلام الدولار أو الدفع بالدولار سيخفض من إمكانية مساهمة روسيا في صندوق التنمية الخاص بالبريكس. لذلك تم ضم دول تمتلك قوة مالية على رأسها السعودية 700 مليار دولار صندوق الاستثمارات العامة و400 مليار دولار احتياطي الصرف.
من ناحية جيوستراتيجية، إثيوبيا موقعها مهم لأنه يمر عبره العديد من السفن الشحن والنقل. نفس الشيء بالنسبة للأرجنتين في أقصى جنوب القارة. دول أخرى لا نعرف لماذا تم ضمها وحتى لماذا تم التوسع. طيب. لأنه في المؤشرات الاقتصادية لا تزال دون مستوى، ربما طيب. في متغيرات واضح أستاذ إسحاق. إذن أمر إليك أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن فهم هذه الهرولة أو النقل أو لنقل التدافع الدولي على بريكس للظفر بالعضوية داخل هذا التكتل؟ أستاذ عبد الرحمن، خلينا نذكر أنه اليوم يعني فيه معطيات جيوسياسية جديدة، وبالتالي نرى أنه فيه ضرورة إلى إعادة صياغة وإعادة هيكلة النظام العالمي بما يخدم مصالح الدول، خاصة دول الجنوب الشامل. وبالتالي أصبح من الضروري أنه نأسس إلى عالم متعدد الأقطاب يحمي مصالح الدول ويعطي الحق في التنمية، لأنه أكبر يعني تحدي ورهان في السنوات القادمة وهو الحق في التنمية، لأنه نرى اليوم فيه تباين كبير بين دول الغربية وكذا دول الجنوب. اليوم حتى من جانب رصد التمويلات أصبح فيه إشكال كبير بالنسبة للتنمية، وبالتالي أصبح من الضروري أنه نعيد النظر في هذه الهيكلة. وهذا ما أدى بالكثير من الدول انها يعني تحاول تلتحق بتكتل البريكس اللي هو انشئ اولا، خلينا نذكر، كقطب اقتصادي، وجاء الانشاء بعد يعني ازمه ماليه كبيره في 2008. وهذا ما ادى دول البريكس انها تلتف حول قطب اقتصادي لاعاده صياغه التعاملات اولا التجاريه وكذا الشراكه الاقتصاديه. وبعدين بعد سنوات وبعد التحاق جنوب افريقيا كان يعني التفكير في انشاء هيئه لتمويل الشراكه، وجاءت في 2014 البنك الجديد للتنميه. بعدين نرى انه فيه توجه جديد ل يعني تكتل جنوب كبير، وهذا ما جعل اليوم دول كثيرة يعني تريد الالتحاق بتكتل البريكس لغاية وحيدة، وهو أنه يكون اسمع صوتها على مستوى الهيئات الدولية، وتكون أيضا بعيدة عن كل تذبذبات الدولية الأخرى. بالطبع. لما نرى أنه كما قلت يعني ذكرت بأزمة المالية 2008 هي أسست إلى مرحلة جديدة، وهو انحراف المنظومة المالية. من المفروض المنظومة المالية هي تعمل تحت وطأة المنظومة الاقتصادية، ولكن ابتداء من 2008 مع الأزمات اللي توالت رأينا أن المنظومة المالية، وخاصة بعد يعني هيمنة الدولار والمنظومة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح فيه هاجس لدول الجنوب. لما نرى أن اليوم الهيئات المالية تعنى أولا بالحفاظ على المستوى المعيشي لدول الغرب، وثانيا يعني التمويلات اليوم يتم رصدها لمعالجة الأخطاء الموجودة على مستوى السياسات الغربية وخاصة في السياسة الأمريكية. نعطي مثال، يعني العام الماضي مع الأزمة البنكية اللي طرأت في الولايات المتحدة الأمريكية، كل الأموال أكثر من 300 مليار دولار تم استعمالها لإعادة تمويل يعني البنوك الأمريكية، اللي كان كثير من المتتبعين يعني يبشرون أنها حتكون فيه أزمة مالية كبيرة، وبالتالي التمويلات اللي من المفروض أنها تذهب إلى تمويل التنمية ذهبت الى يعني تغطيه المشاكل الموجوده على مستوى الدول الغربيه وخاصه الولايات المتحده. واضح استاذ عبد الرحمن. اذن امر اليك استاذ خلف الله، جنوب افريقيا والصين تدعمان توسيعا شاملا لبريكس، ما الذي يدفعهما لذلك بنظرك استاذ خلف الله؟ أعتقد هناك سبب رئيسي، وهو الرغبة في توسيع هذه المنظومة وهذا التكتل لكي يكون حقيقة قطبا ينافس الأقطاب الأخرى، مثلا مجموعة السبعة ومجموعة العشرين. هذا لا يمكن أن يكون بدون توسعة حقيقية لهذا النادي. فأعتقد بأن الصين تطرح مبادرة ما يسمى بالطريق والحزام، وهذا الطريق والحزام لا يمكن أن يتم ترجمته على أرض الواقع بدون أن تكون هناك تعاون حقيقي وانضمام لأعضاء جدد داخل مجموعة البريكس. هذا الذي يجعل الصين تلح وأنها تذهب برغبة كبيرة في توسيع منظومة بريكس. أيضا جنوب أفريقيا نعتقد بأنها ترى بأن القارة الإفريقية لم تكن لها من الحسبان في داخل هذا التجمع، فترى بأنها تتطلع، يعتقد بأن جنوب أفريقيا كانت تتطلع أن تكون إفريقيا ممثلة في دول عديدة. الواضح جدا أن هناك معايير حقيقية، وهذه المعايير ربما التي جعلت بعض الدول من بينهم الجزائر التي ربما
كانت مؤهله بقوه لان تتم ادخالها كعضو في مجموعه البريكس، ولكن نحن كنا نتوقع هذا جيدا منذ البدايه. كنا نقول بان الجزائر سيتم قبولها في بدايه الامر كعضو ملاحظ، وهذا لاعتبارات يعني واضحه، وهي الجانب المعايير. هذا جانب المعيار الذي ربما الجزائر ما زالت لا تتوفر على كل هذه المعايير. اليوم حقيقه الكل كان ينتظر اعلان هذا البيان الختامي واعلان دخول اعضاء جدد من بينهم الجزائر. نقول بان الجزائر تعلم جيدا. نعم. طيب استاذ خلف الله، اذا اعود اليك استاذ اسحاق. البرازيل دعت الى وضع معايير وشروط منظمه لانضمام اعضاء جدد للبريكس، كيف تقرا هذا؟ مهم جدا من اجل مزيد من الشفافيه ولتوضيح لكل الدول التي تريد الانضمام الى هذا التكتل. لما نشوفوا تجربه اخر دوله جنوب افريقيا نعرف انه في 3 معايير مبدئيا: معيار اقتصادي، معيار جيوسياسي، والمعيار الجيوستراتيجي. لكن اليوم نعرف انه تغيرت نوعا ما هذه المعايير، خاصه في البعد الاقتصادي، لانه في السابق كان يركز بشكل كبير على الناتج الداخلي الخام، معدل النمو، وهيكليه الاقتصاد. اليوم البريكس في بعد اعلان دخول 6 دول في الجانب الاقتصادي اصبح يركز بشكل كبير على المال والطاقه، لانه تقريبا نصف الاعضاء الجدد قوه طاقويه كبيره. السعوديه ثاني اكبر منتج للنفط في العالم واكبر مصدر. احتياطات ايران من الغاز 15% عالميا، ثالث اكبر منتج للنفط عالميا، ثالث اكبر منتج للغاز عالميا، الى غير ذلك. فعمليه وضع المعايير في حد ذاتها نتوقع بانها ستكون في البيان الختامي للقمه، وكل الدول التي تريد الانضمام، بمعنى أنه من لم ينضم إلى هذا التكتل في هذه القمة 15 المعايير الآن ستكون واضحة للبقية من أجل العمل عليها أكثر. نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، ما المعايير ربما المتوقع وضعها لضبط توسعة محتملة لهذه هيئة أو منظمة بريكس؟ خلينا يعني نأكد على نقطة، أنه من خلال يعني تصريح رئيس جنوب أفريقيا اليوم نظن أنه هذه التوسعة أتت يعني كقرار جيوسياسي وليس يعني حسب معايير تم اتفاق عليها أو معايير اقتصادية ربما. اليوم إذا كان لاحظنا هي دعوة لهذه الدول للانضمام وليس قبول طلب انضمامها، وبالتالي لما نقول قبول يعني فيه معايير تم دراستها وتم قبول بعض ويعني رفض بعض الآخر. ولكن اليوم في التصريح لرئيس الجنوب الافريقي فيه كلمة يقول ندعو، يعني هذا نظن انا حسب قراءتي يعني المتواضعه انه قرار جيوسياسي، انه كان من الضروري ان يتم توسعه هذه المجموعه في هذه القمه، ولكن الطلبات ما زالت مفتوحه والمعايير لم يتم وضعها الى اليوم. ولما نرى يعني نعمل قراءه على هذه المجموعه، يعني القرار الاول يعني نقولوا المبدا الاول اللي تم الاتفاق عليه وهو التوازن الجهوي. راينا انه فيه دولة من شمال إفريقيا، دولة من شرق إفريقيا، الشرق الأوسط الذي كان من المفروض أن يتم تمثيله، وبالتالي 3 دول من الشرق الأوسط، وكذا يعني دولة من أمريكا اللاتينية. لو كان نتكلم على الجانب يعني المعايير الاقتصادية، نظن أن أول دولة اللي كان من المفروض أنها يعني تنضم هي إندونيسيا. اندونيسيا يعني اكثر من 20 دوله قدمت انضمامها لهذه. نعم، وبالتالي انا نركز على كلمه دعوه دول وليس قبول طلب الانضمام، وهنا يعني هذا امر مهم. النقطه الثانيه نظن انه اليوم التكتل اللي كان كما قلنا انشئ كقطب اقتصادي هو في مرحله تحول الى مجموعه جيوسياسيه، وبالتالي اصبح من الضروري قبل ما يتم يعني الخوض في المعايير كاين اول شيء هما المبادئ، وكان تم الاعلان عنهم. المبادئ اللي يعني تربط هذا التكتل وهو احترام سياده الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. هذه المبادئ المبنيه عليها تكتل البريكس. اليوم نرى انه فيه اصبح من الضروري وضع هيكله رسميه للتكتل على غرار مجموعة التعاون لشنغهاي اللي بدأت كمجموعة في 96 وفي 2001 أصبحت منظمة من خلال وضع الميثاق والأهداف الاستراتيجية والقانون الأساسي. وبالتالي اليوم نظن أنه هذه المرحلة اللي راح يعمل عليها تكتل البريكس، ولكن لم يرد تفويت الفرصة من قمة جوهانسبورغ لدعوة بعض الدول، لأنه أيضا شطر الأستاذ في قوله أنه اليوم هذا التكتل يريد أيضا استقطاب
كل الدول اللي عندها مقومات يعني كبيرة من خلال المواد الأولية، لأنه المرحلة القادمة يعني ما نقولوش الحرب ولكن المعركة راح تكون في التحكم في المواد الأولية والقدرات الإنتاجية. واضح. إذا أمر لك أستاذ خلف الله، كانت الهند قد قدمت مقترحا آخر لتوسيع البريكس بانضمام الاتحاد الإفريقي، على ما ينبني هذا الطرح في اعتقادك؟ اعتقد انها أنا هذا الهند عندما تقول او تحاول ان تقدم هذا الطلب بدعوه او سماح للاتحاد الافريقي ان يكون عضوا في البريكس، اعتقد انه هو نوع من الاشاره الى ان افريقيا يجب ان تكون ممثله في تمثيل معنوي هكذا بالاتحاد الافريقي. لما لافريقيا من يعني البعد الاقتصادي والبعد الاستثمارات. افريقيا اليوم هي مصب وهي مقصد كل هذه الشركات التي تنطوي تحت بريكس، فالاستثمارات كلها والماده الاوليه كلها موجوده في افريقيا. فاعتقد ان الهند تنظر من هذا الباب، وربما حتى لا تخرج من احراج بان افريقيا غير موجوده بقوه في مجموعه البريكس. هذا الذي اراه بان الهند، وان كان الهند هي العضو الوحيد الذي يشدد على قضيه هذه المعايير الانضمام وقضيه التوسعه، فالهند هي العضو الذي نراه متحفظا بقوه وبشده في قضيه توسيع المجموعه. فاعتقد ان الهند تنظر من هذا الباب على ان تكون الاتحاد الافريقي كعضويه شرفيه او كرمزيه، لان المستقبل البشريه اليوم ينظر الى ان افريقيا هي عالم الاستثمارات، عالم كل الشركات تتطلع إلى الاستثمار في أفريقيا. نعم، إذن ويلتحق بنا الآن من القرم الأستاذ عمار قنا، أستاذ علوم السياسية وفي جامعة سيفاستوبول. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار قنا. تحياتي لكم سيدي الكريم. اهلا وسهلا. اذا مباشره استاذ عمار، روسيا شددت على عزمها استغلال رئاستها ببريكس العام المقبل لتعزيز دور المجموعه في العالم، ما المتوقع في هذا الشان؟ فيما يتعلق يعني في هذه المجموعة اليوم نرى أن يعني دورها السياسي أو دورها الاقتصادي هو يعني يتعاظم، وذلك بناء على معطيات كثيرة، الأساس منها وهو تقلص وضعف الهيمنة الغربية وخاصة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وأيضا هناك يعني بروز واضح للصين. هناك خلل يعني في معادلة الطاقة في العالم، وذلك رأيناها يعني بعد العقوبات الاقتصادية على روسيا ومحاولة يعني تحجيم دورها في سوق الطاقة العالمية عندما يعني قرروا عدم استيراد الغاز والنفط من روسيا. دور روسيا يعني في منظومه او مجموعه بريكس لغايه الان ليست يعني منظمه، باعتقادي سيكون فعالا وسينعكس يعني ايجابيا في اكثر من مجال، المجال الاقتصادي، التنميه المحليه لدول